استاذ محمد حضرتك تسمعني؟ ايوه. نعم تفضل. ارجوك 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 شيل الفنان محمد فؤاد، ما تكتبوش الفنان محمد فؤاد. طيب المواطن المصري محمد فؤاد ماذا تقول الآن؟ جمع معلش. نعم. ارجوك خدوني ابوس رجل كل واحد في ميدان التحرير على جثتي ان شاب في مصر تنزل منه نقطة دم لو هقدم فيها روحي، والله العظيم 3 قسما بالله العظيم 3 بتكلم بجد يحاسبني فيها ربنا. قعدنا على رجليهم واحد واحد ابوسها. المهم مفيش حد تنزل منه نقطة دم في مصر، مكان الدم في حتة تانية، مكان الدم على حدود مصر مش جوه مصر. نعم نحن نقدر لك انفعالك اديني فرصة ابوس ايدك. اتفضل يا فندم. ممكن يكون ده اخر كلام لمحمد فؤاد بتسمعوه، صدقني انا خلاص حاسس اني هموت، حاسس اني بجد هموت. استاذي العظيم، في ولد صغير من حوالي 35 سنة او 33 سنة كان ليه اخ في الجيش، كان بيرجع من على الجبهة يلعبه ويشيله ويرفعه فوق للسقف يخبطه في السقف، كان بيفرح قوي بانه يلمس السقف. اخوه ده قعد سنة كاملة بيتردد عليه، كان فرحان بيه جدا، كان بيحبه، كان امل حياته اول حاجة فتحت عليه عينيه. الولد ده كان صغير عنده 6 سنين. اخوه ده سافر اخر مرة جاب له هدية بتاعت عجوة من عند غزة، انا كنت فاكرها غزة، انا كنت عارف، كان بيقول لي غزة، رايحين نحارب عشان غزة. ما شافوش بعدها تاني، فضل محروق قلبه عليه. الطفل ده هو محمد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، والشاب الجميل ده اسمه ابراهيم فؤاد عبد الحميد حسن شافعي. راح عشان غزة، عشان البلاد العربية. اتحرمت من اخويا. هو ده المكان اللي نحط فيه دمنا، هو ده المكان نحارب عشان فلسطين، نحارب عشان الجزائر، عشان السعودية، عشان الامارات، اي حد فيهم مسؤولية مصر، بس بالشكل اللي يعجب مصر، اللي فيه كرامة مصر. سيدي الفاضل، انا بناشد كل شاب في مصر، هتقابل ربنا بدم اخوك. اوعى انا طالع مظاهرة بكرة ان شاء الله اموت فيها، طالع بكرة. مش حسني مبارك اللي اتعمل فيه كده، مش حسني مبارك اللي اتحرق قلبي على اخويا وقفت الرجال وعرف يجريهم في سينا، يطردهم بره بدل ما يخشوا على نسواننا ولا على بناتنا ولا على اطفالنا. انتوا عارفين بيعملوا ايه في النسوان وفي البنات وفي الاطفال، بيعملوا ايه كل واحد عارفها، من طفل لكبير عارف. حسني مبارك وقف، ما ركبش طياره وسافر وراح حته وساب مصر ساعتها. مش هنركبه طياره ونلففه يدور على حته يبقى اخر يوم في حياتي يوم ما يعملها حسني مبارك، هيبقى اخر يوم في حياتي والله العظيم. يا كل شاب غنيت له الدم ده دمي، قلت له الدم ده دمي.
نعم. ابوس ايدك، اوعى تعمل في اخوك كده. نقدر هذه الكلمات وهذه الدموع الصادقة. اديني فرصة، اوعى تقفل عليا، ابوس ايدك. ابوس ايدك، معلش انا عارف في ناس كتير عايزة تتكلم، بس اديني فرصة والنبي انا هموت. خلاص قربت اموت، اطفال واقفة قدامي بتحمل عماير، حرام عليكم. يعني عيال واقفة ناشفة في التلج تحت، حرام والله. هجمع دلوقتي وهتكلم، هحاول اتكلم كويس، معلش انا اسف. ارجوكوا والنبي بلاش حسن البركه تعمل في كده. مش هيبقى عندنا رمز تاني. البدله الكاكي دي ما يتعملش فيها كده ابدا. لا في يوم من الايام البدله الكاكي هتمد ايديها على حد جوه مصر. وبنصح كل شباب مصر اللي في التحرير، انتوا عملتوا اللي ما اتعملش في تاريخ الامم. اختموها صح. لازم يبقى في مساحه للابتكار، مش هنقلب بالملي. في مساحه تتحسب لمصر. اوعوا تقبلوا على نفسكم تبقوا بتقلدوا حد ابدا. تونس في ازمه اهي، ربنا يفكها عليها وعلى المسلمين جميعا يا رب. ربنا يفكها عليهم، يكرمنا ربنا ونروح نحل معاهم. دول اهلنا، دول اخواتنا، ده فيها حريم واطفال. ربنا ما وريها لحد، والنبي عشان خاطري ارجو كل واحد ليه ابني يوصل له يقول له ابوس ايدك هتقابل ربنا مش هيسامحك. التغيير حصل، الراجل ريحنا والله العظيم. 3 كلنا عايزينه يمشي من بدري عن كده عشان نعرف نكرمه كويس. الراجل ده ما هيحصل ان لازم بعد عمر طويل نشيله كلنا بالشباب اللي كان في التحرير، نشيله. لان الراجل ده ما دخلش حد على اهاليهم. الراجل ده وكل شريف في القوات المسلحه. اخويا فقري ايه؟ اخويا ما اتجوزش، اخويا ما ركبش عربيه، اخويا ما لحقش يبص يشوف الحياه، ما لحقش يشوف حاجه. يا جماعه انتوا بقى عندكم انترنت، وكل الشباب الله اكبر اللي في التحرير اغلبهم في ناس غلابه وفي ظلم، طبعا في ظلم وتغرر بالراجل. والظلم انا نفسي ظالم، مفيش حد في مصر مش ظالم. احنا بنتحاسب من ربنا مش من اللي في التحرير. كلنا بنتعاقب من ربنا. اللحظه دي عقاب ربنا. اللحظه دي انا كنت حساسه من ايام ما كنا في السودان عند الناس الكرمه الطيبين، ولا الجزائريين اللي عملوا فينا كده. انا النهارده عرفت مين اللي عمل فيها كده. يوم الجزائر، انا مش الجزائر اللي عملت فينا كده، اقسم بالله ما الجزائر اللي عملت كده. انا اقسمت بالله عشان انا باصص في السما بقول يا رب اشهد عليا عشان هقف قدامك اتحاسب. انا بقول انا مسامح الجزائر لان مش الجزائر اللي عملت فيها كده. نعم. ولا السودانيين اللي عملوا فينا كده. نعم اشكرك. اتعرفت اللعبه دلوقتي. ابوس ايديكم خلونا نروح. مفيش حد هيعيش 300 سنه. صحيح. كل واحد هيقابل بصراحه 10 2 5 60. أشكرك يا أستاذ محمد. يعني أنا شاكر ليك جدا هذه الكلمات ودموعك المنهمرة. بالتأكيد كل مصري يحمل هم هذا